صحة وبالشفاء. صحة وبالشفاء. في صحة وبشفاء اليوم اخترنا أن نحكيو على أكلة شعبية يحبها شعب التونسي، وخاصة ما تغيبش على حتى فرحة في العائلة التونسية. نعرفوا لي احنا جمعة جاي إن شاء الله قد علينا ليلة 27 وليلة 27 ليلة فضيلة، لكن معروفة زادة عند التونسي اللي هو ديما يطيب فيها كسكسي بالحم علوش والحمص وزبيب. هذاك علاش باش نحكيو على الموضوع هذايا وعلى الأكلة هذيا مع أخصائية التغذية مدام مفيدة مديمة. صباح الخير مدام. صباح الخير خديجة. صحيح اللي معناتها احنا لمة التونسي معروفة بالكسي بالحم والعلوش والزبيب، فهمتني؟ وهو معناتها هي غذاء جيد، معناتها ماذا بينا ان شاء الله ديما يمنا لمات. هو الحقيقة الكسكسي نعرف بكلنا هو عجين لازم وضروري في كل معناتها لكل شخص، لأنه هو غذاء طاقة يوفر لنا سكريات للجسم متاعنا وجسمنا في حاجة لها، وفي هذا في رمضان ولا في غير رمضان. يبقى نعرف بكلنا اللي كسي فيه معناتها برشا سكر، هذاك علاش يردوا بالهم الناس السمان ياكلوا الكسكسي. راهو بالعكس الكسكسي احسن حتى من الخبز معناتها ومنصوح بيه، ولكن ما ناكلوش برشا، ما ناكلوش معناتها بدون تحديد كمية. هذا بالنسبة للكسكسي. نمشيو للحم العلوش. نعرفوا الحم العلوش فيه بروتينات حيوانية معناتها ممتازة، فيه زاد عديد العناصر الغذائية الأساسية، فيه الفوسفور، فيه الزنك، فيه الفير، نلقاو فيه الفيتامين، نلقاو فيه الأحماض الدهنية المشبعة. وهنا نقفوا عند الأحماض الدهنية المشبعة اللي هي الزيوت، اللي هي معناتها الشحم اللي نلقاوه في العلوش. الشحم هذايا معناتها هذاك علاش برشا ناس كيمشيو للطب نتاعهم يقولوا ما تاخذش معناتها لحم العلوش، ما تاكلوش. احنا ما نحبوش نحرموهم، معناتها ينجموا في موسم ياكل لحم العلوش، يبقى يختار اللحمه نتاع العلوش اللي باش ياكلها واللي باش يشريها ويطيبها زاده في الكسكس نتاعو، خاطر نعرفوا اللي القراص يتحل حتى في السقاء. هذاك علاش مش مشكل كي ياخذ لحمه نتاع فخذ تبدا حمراء، ما فيهاش معناتها كميه نتاع شحم كبيره، وهكاك ينجم يستهلكها، معناتها ينجم ياكل كسي بالعلوش إذا كان هو خذا احتياطاته في النقطة هذه أساسا الدهنيات. باهي مدام مفيد، هذا بالنسبة للمكونات الأساسية اللي هو الكسكسي واللي هو الحم علوش، لكن احنا نعرفوا اللي ماذا بينا نزينوا ديما صحن بشوية حمص ما فيها باس، شوية زبيب، فما حتى العظمة زادة المصموطة ما فيها باس، فما قرن الفلفل. بون بالنسبة للحمص والزبيب فما حتى اللي ما ياكلوش ماذا بيه يراه على الصحن نتاعو ويزين بيه. دونك بالنسبة للحمص والزبيب عطينا انت شنو القيمة الغذائية نتاعهم، اسكو نجموا ناكلوهم؟ الأحسن ما نكثروش منهم، ما نعرفش قيمتهم الغذائية بالنسبة لك أنت. الحمص هو كما نعرفه ينتمي معناتها المجموعة البقول الجافة، وهو ضروري معناتها للجسم متاعنا نظرا لأنه يحتوي على بروتينات نباتية، معناتها هي صحيح أقل قيمة من البروتينات متاع اللحوم ولكنها مفيدة للجسم متاعنا. يحتوي زاد على فيتامينات، على أملاح معدنية، على مواد زاد مضادة للأكسدة اللي تحمي معناتها الجسم متاعنا من أمراض العصر. وبالخصوص معناتها نلقاو فيه مادة السيلينيوم والفوسفور والمغنيسيوم والزنك، ونلقاوه زاد هو يوفر لنا كمية هامة من الألياف اللي تخلي من الحمص معناتها من السكريات نتاع الحمص هذه اللي موجودة فيه سكريات مهمة، سكريات بطيئة الامتصاص. معناتها مريض السكر كيف ياكلها وياكل الحمص مثلا 2 مغارف حتى 3 مغارف حمص على الكسكس هكاك هو باش يحس بالشبع أكثر، نظرا لأنها الألياف هذه تبقى في الأمعاء وما تتهضمش، معناتها تحسسنا دونك بالشبع وتنقصنا زاد من معناتها من عملية امتصاص الشحم في الدم. والألياف هذه ضرورية للجسم متاعنا. نعرفوا تقريبا معناتها 3 مغارف حمص ينجم يوفرنا 4 جرامات ألياف. والسكر اللي موجود في الحمص هو سكر نافع ومنصوح به لكل الناس، معناتها المريض وغير المريض. انت زاد سألتني خديجة على الزبيب. الزبيب هو معناتها عنده فيه طاقة كبيرة، طاقة عالية، يحتوي زاد على مواد نافعة برشا منصوح به، ولكن معناتها الحقيقة خاطر فيه برشا سكر، معناتها 30 جرام زبيب اللي ما تجيش من حكاية مغرفة نلقاو فيها 21 جرام سكر. من هنا الزبيب بالنسبة للإنسان عنده مريض بالسكر مثلا مش لازم يحط الزبيب ويحط الحمص. زاد بالنسبة للناس اللي عندهم شحم في الدم، معناتها التريغليسيريد اللي جاي من السكر وكل هذوكم زاد مش لازم عليهم، معناتها ينجم يحط لحمة حمراء ويحط شوية حمص ويستغنى على الزبيب. بالنسبة للجرين فلفل مش مشكل، معناتها نجموا ما نقليوش، نجموا حتى نشقوه نرموه في الصوص في الآخر وناكلوه.
والعظمه زاده كالعاده. انت بكري قلت معروف بالعظم. العظم هو مصدر البروتينات منصوح به لكل الناس. يبقى الانسان اللي عنده شحم في الدم مش لازم ياكل عظمه، ينجم يستهلك الابيض وينحي الاصفر، خاطر ديجا عندنا الشحم اللي باش ناخذه من العلوش وتاكلوا بالشفاء. تاكلوا بشفاء، وهذه هي اسم فقرتنا، اسمها صحة وبشفاء، وانتم تاكلوا اكيد بشفاء، وان شاء الله ديما ملمومين، وان شاء الله ديما العائلة التونسية عامرة بالكسكسي وغير الكسكسي. احنا مواصلين معاكم في صبحية لحد 26 جوان 2016 في صباحنا خير، راجعين بعد الموسيقى. صحة وبشفاء. صحة وبشفاء.